Malaysia 970 standby. بتاريخ 8 مارس 2014 على الساعة 12:41 صباحا أقلعت الطيارة الماليزية رقم 370 من مطار كوالالمبور في ماليزيا. وجهتها كانت العاصمة الصينية بكين. الطيارة هذه كان على متنها 239 شخص من ضمنهم طاقم الطيارة. طلعت الطيارة من كوالالمبور وكانت طايرة فوق البحر بين ماليزيا وفيتنام، وعلى الساعة 1:03 الفجر فجأة اختفت الطيارة من الرادارات في هذه البقعة من البحر. الاختفاء المفاجئ والغريب للطيارة هذه بيتحول لأكبر وأغرب لغز في تاريخ الطيران. راح يكتشفون بعدين أن الطيارة في الواقع ما اختفت في هالمكان، وإنما اختفائها الحقيقي كان في مكان أبعد بكثير. البحث عن الطيارة الماليزية راح يكون أضخم وأغلى بحث في التاريخ، راح يكلف أكثر من 200 مليون دولار. وطبعا ما يحتاج أقول لكم عن كمية النظريات العجيبة والغريبة اللي طلعت من وراء القضية. بعضها نظريات منطقية ناتجة عن تحليل الحقائق، وبعضها نظريات شاطحة مثل اختطاف الفضائيين للطيارة. ففيديو اليوم راح نشوف قصة هالطيارة من البداية للنهاية، وبنشوف التحقيقات وعمليات البحث والنظريات اللي طلعت عليها. فتابعوا واستمتعوا. اختفاء الطيارة الماليزية 370، اللغز الأضخم في تاريخ الطيران. أعتقد معظمكم سمعتوا عن الطيارة هذه وسالفتها ولو على السريع في الأخبار، يعني السالفة انتشرت بشكل فظيع. الرحلة المقررة للطيارة هذه كانت من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى العاصمة الصينية بكين. عدد أفراد طاقم الطيارة كان 12 شخص، 10 منهم مضيفين ومضيفات، والاثنين الباقيين هم الطيار زهاري أحمد شاه ومساعد الطيار فارق عبد الحميد. أما الركاب فكان عددهم 227 شخص. الركاب الصينيين كانوا العدد الأكبر بواقع 153 شخص، وهالشيء طبيعي لأن الطيارة مسافرة للصين. أما الركاب الماليزيين فكان عددهم 50 شخص، وبقية الركاب من جنسيات مختلفة. الرحلة كان مقرر أنها تطلع بتاريخ 8 مارس سنة 2014، وفعلا أقلعت الطيارة من مطار كوالالمبور على الساعة 12:41. الجو كان صافي، ما في أي عواصف ولا أي ظروف جوية نهائيا. على الساعة 1:03 الفجر الطيارة كانت تطير فوق البحر، وكانت على وشك أنها تطلع من المجال الجوي الماليزي وتدخل للمجال الجوي الفيتنامي. فلازم الطيارة الحين تتواصل مع إدارة الملاحة الجوية الفيتنامية، لأن متابعة ومراقبة الطيارة بتصير مهمة الإدارة الفيتنامية. فمراقبين الرادارات الماليزيين تواصلوا مع الطيارة وقالوا للكابتن الطيارة إنه يتواصل مع المراقبين الفيتناميين. فالطيار رد عليهم وقال لهم تمام، وهذه كانت آخر مرة راح يسمعون فيها صوت الطيار. خلونا نسمع هالمحادثة القصيرة. من بعد هذه المحادثة بدقيقة ونص الطيارة اختفت إشارتها من الرادارات، اختفت في هذه النقطة في البحر ما بين ماليزيا وفيتنام. موظفين المراقبة استغربوا، وين راحت الطيارة؟ كيف اختفت من الرادارات؟ هالشيء أبدا ما طبيعي. فبدوا يحاولون يتواصلون ويا الجهات الثانية، تواصلوا ويا المراقبين الفيتناميين، تواصلوا ويا المطارات القريبة اللي موجودة في المنطقة، يدورون على طيارتهم إذا في حد شافها أو سمع عنها. لكن كل الردود كانت سلبية، ما حد شاف الطيارة أو سمع عنها. وعلى الساعة 2 الفجر إدارة الطيران الماليزية دخلوا في حالة طوارئ، وبدوا يستدعون أكبر المسؤولين والموظفين التقنيين اللي عندهم، حتى اللي نايمين صحوهم من النوم. فريق الطوارئ بدأ يتواصل مع كل الجهات والدول اللي موجودة في المنطقة. تواصلوا ويا فيتنام ويا تايلاند ويا هونغ كونغ، وطلبوا منهم يحاولون يتواصلون مع الطيارة 370. يمكن الطيارة تكون دخلت المجال الجوي مالهم لسبب أو لآخر، لكن كل الدول هذه كان جوابهم إنهم ما حصلوا رد من الطيارة. خلال الساعتين اللي بعدهم حرفيا فريق الطوارئ كانوا قاعدين يتصلون بكل مطار وبكل جهة يقدرون يوصلوا لها ويسألونهم عن الطيارة. يمكن تكون الطيارة هبطت هبوط اضطراري في مطار صغير أو مطار منعزل، لكن نفس الشيء كل الردود كانت سلبية. جات الساعة 6:30 الصبح، وهذا كان الموعد اللي المفروض الطيارة توصل فيه لبكين. فلما ما وصلت الطيارة هني بدأ الخبر ينتشر، الطيارة الماليزية 370 مفقودة، وبدأت الأخبار والمحطات التلفزيونية تغطي الحدث. ويمكن بعضكم يذكرون اليوم هذا لأن ما في قناة أخبار في العالم ما غطت الموضوع. طبعا أهل الركاب انفجعوا بالخبر والدنيا بدأت تولع. الماليزيين كانوا عارفين أن البترول اللي في الطيارة يكفيها لمدة 7 ساعات بس، فيعني على الساعة 8:30
راح يخلص البترول. فحتى لو ما كانت الطيارة هبطت أو طاحت في مكان ما، فأكيد إنها راح تطيح خلال الساعتين الجايات لما يخلص بترولها. وهم للحين ما عندهم أي فكرة وين ممكن الطيارة تكون، كل اللي يعرفونه هو آخر موقع كانت ظاهرة فيه على الرادارات. فعلى طول أرسلوا فريق بحث جوي وبحري للموقع هذا وبدوا عملية البحث الرسمية. طبعا مثل ما قلنا معظم الركاب في الطيارة كانوا صينيين، فوضع أهاليهم وأقاربهم في الصين كان مأساوي. الحكومة الصينية جمعت الأقارب هذيلا في واحدة من الفنادق القريبة من مطار بكين، لأنهم كانوا موجودين في المطار ينتظرون أهلهم، وبقائهم في المطار ممكن يسبب مشاكل، فعلى هالأساس نقلوهم للفندق. وطبعا عاد الصحفيين كانوا متجمعين حول الفندق وطول الوقت وموجهين كاميراتهم عليهم. طبعا المسؤولين الصينيين كانوا يحاولون يهدون الأقارب والصحفيين في نفس الوقت، ويقولون انهم شغالين مع الحكومة الماليزية عشان يساعدونهم في عمليات البحث ويحصلون الطيارة بأسرع وقت ممكن. الوضع في الفندق كان فوضى في فوضى، وقد يكون تجميع الأقارب في مكان واحد مش الخطوة الأحسن في حالة مثل هذه. كثيرين منهم حتى بدوا يبكون ويصرخون ويحاولون يطلعون مشاعر القهر والحزن اللي يحسون فيها. في شيء ثاني بعد سوى مشكلة بين أقارب المفقودين وبين المسؤولين. بحسب كلام الأقارب هذيلا اللي كانوا متجمعين في الفندق، إنهم كانوا يتصلون على تلفونات أهلهم المفقودين اللي كانوا في الطيارة، وكانت تلفوناتهم ترن، ما تعطيهم إن التلفون مغلق أو خارج التغطية، لا كانت ترن، بس ما حد كان يجاوب من الطرف الثاني. وهالشيء تكرر مع أكثر من شخص وأكثر من تلفون، ما كانت حالة فردية. وهذا اللي خلى الأقارب يستنتجون إن أهلهم المفقودين ما طاحوا في البحر، وإنما موجودين في مكان فيه شبكة اتصالات، ولا كيف تلفوناتهم قاعدة ترن. بس لما راحوا للمسؤولين الصينيين بهذه المعلومة وقالوا لهم يتبعون الاتصالات، المسؤولين الصينيين كان ردهم عليهم إنه ما عندنا التكنولوجيا عشان نتبع اتصالات دولية مثل هذه. فردة فعل الأقارب كانت عنيفة وكانوا معصبين. إذا أهلهم تلفوناتهم ترن معناه أنهم موجودين في مكان فيه شبكة، وقد تكون في إمكانية لإنقاذهم إذا المسؤولين تحركوا بسرعة وخذوا الموضوع بجدية. بس بعدين شركات الاتصالات بتكشف أن الموضوع هذا كان مجرد وهم وسراب. تلفونات الركاب المفقودين كانت ترن لأن الاتصالات دولية، والاتصالات الدولية قد تمر بتحويلات وخطوط كثيرة لين ما توصل، فألين ما يوصل الاتصال التليفون يرن رنين وهمي، وبعد كم رنة يقول لك ان هذا الشخص اللي تحاول تتصل عليه غير متوفر او خارج التغطية. فالرنين هذا كان مجرد وهم، بس عاد انت تعال وحاول تقنع الأقارب المفجوعين، شيء مستحيل. لليوم بعضهم متمسكين ان تليفونات اهلهم كانت شغالة وكانت قاعدة ترن، وإن المسؤولين تخاذلوا في تتبعها. عمليات البحث طبعا ظلت مستمرة، لكن طول هذاك اليوم الأول فرق البحث ما حصلت أي شيء. وجاء اليوم اللي بعده اللي هو 9 مارس 2014 وبعد كانوا قاعدين يدورون بس بدون ما يقدرون يحصلون أي أثر للطيارة أو لحطامها. الصحفيين كانوا يحاولون يستخرجون أي معلومات ممكنة من المسؤولين الماليزيين، لكن رد المسؤولين كان دائما أن عمليات البحث والتحقيق مستمرة وأنهم قاعدين يبذلون أقصى جهد ممكن. الشيء المحير في القضية هذه هو الاختفاء المفاجئ للطيارة. أي طيارة حديثة فيها عدة وسائل وأجهزة للتواصل مع العالم الخارجي، فكيف كل هذه الوسائل والأجهزة فجأة اختفت؟ أول تفسير ممكن يخطر على البال هو أن الطيارة انفجرت أو تحطمت بشكل مفاجئ، بس لو هالشيء صار كانوا أكيد بيحصلون آثار للطيارة في عمليات البحث. حطام الطيارة ما راح يختفي، وأصلا شو الشيء اللي ممكن يفجر الطيارة أو يحطمها كذا مرة واحدة؟ في كل الأحوال ما كانت في آثار في المنطقة اللي دوروا فيها، المنطقة اللي المفروض أن إشارة الطيارة اختفت فيها. التفسير الوحيد الثاني هو أن في شخص على متن الطيارة، شخص عنده الخبرة التقنية الكافية، طفى الأجهزة هذه اللي تبث موقع الطيارة. في جهازين في الطيارة يبثون موقعها، وما راح تنطفي الأجهزة هذه إلا إذا حد طفى الجهازين بإيده. بس السؤال من اللي طفى الأجهزة وليش طفاها؟ المفاجأة العجيبة اللي بتجي بعدها في يوم 10 مارس 2014، يعني بعد يومين من اختفاء الطيارة، إنهم راح يكتشفون إن الطيارة في الواقع ما اختفت في هالمكان. إشارة الطيارة نعم اختفت في هالمكان، رادارات المراقبين الجويين فقدت الإشارة في هذا الموقع بين ماليزيا وفيتنام، هذا الكلام متزهين منه. لكن في معلومات جديدة وصلت من القوات العسكرية الماليزية. الرادارات العسكرية طويلة المدى اللي موجودة في القواعد العسكرية صادت موقع الطيارة، وهذه الرادارات ما تحتاج تتواصل مع أجهزة الطيارة
عشان تحدد موقعها، تستخدم موجات عاكسة عشان تحدد مواقع الأجسام الطائرة. والمفاجأة أن الرادارات هذه تقول أن الطيارة رجعت باتجاه الأراضي الماليزية، يعني بعد ما اختفت إشارتها من رادارات المراقبة الجوية، الطيارة أخذت مسار عودة وطارت فوق الأراضي الماليزية، وبعدها صعدت لفوق بزاوية مثل المسار اللي قدامكم الين ما طلعت من مدى تغطية الرادارات العسكرية واختفت مرة ثانية. المسار الجديد هذا كان محير وغريب جدا وخلق تساؤلات كثيرة. ليش الطيار طلع من مسار الرحلة وسلك هالمسار بدون ما يخبر المراقبين أي شيء؟ وحتى لو كان هذا قرار الطيار، ليش مساعد الطيار أو أي حد من طاقم الطيارة ما تدخل؟ أول شيء ممكن يخطر على البال إن هذه حالة اختطاف، بس بعد نفس الشيء ليش ما كان في تواصل؟ ليش المختطفين ما أعلنوا عن مطالبهم؟ فهني بدأت النظريات تطلع، لأن الموضوع محير وغامض. ما حد فاهم ليش ممكن الطيارة تسلك هالمسار، وليش انطفت أجهزة تحديد موقعها، ومن اللي طفاها. الحين بعد البيانات هذه اللي وفرتها الرادارات العسكرية اللي تأكد ان الطيارة ظلت تطير بعد ما اختفت اشارتها، عرفوا ان هذا عمل مدبر. طيارة ما طاحت ولا تحطمت، بس من اللي ورا العمل هذا؟ وين الطيارة راحت بعد ما طلعت من مدى الرادارات العسكرية؟ في اليوم الثالث على فقد الطيارة، بعدها عمليات البحث كانت مستمرة في المكان اللي اختفت فيه اشارتها لأول مرة. تخيلوا ان فرق البحث كانت مكونة من 34 طيارة و40 سفينة، كلها قاعدة تدور في المنطقة الأولية هذه، لكن عدم عثورهم على أي أثر للطيارة أو حطامها بدأ يأكد بيانات الرادارات العسكرية وأن الطيارة رجعت. كانوا بعد في نفس الوقت قاعدين يحاولون يحددون وين راحت الطيارة بعد ما طلعت من مدى الرادارات العسكرية. مثل ما قلنا اختفت مرة ثانية عند هالبقعة، هذا كان أقصى مدى للرادارات العسكرية. فهل كملت طريقها للشمال ولا راحت للغرب ولا نزلت للجنوب؟ ممكن تكون سلكت أي اتجاه أو أي مسار بين هذه الاتجاهات. في نفس هذاك اليوم وسعوا نطاق البحث عشان يشمل المنطقة الغربية هذه، فصاروا يدورون في مكانين، في البحر شرق ماليزيا وين ما الطيارة اختفت إشارتها أول مرة، وفي البحر غرب ماليزيا في المنطقة اللي الرادارات العسكرية حددت ان الطيارة طارت فوقها. في يوم 15 مارس 2014 بعد 7 ايام من فقدان الطيارة، رئيس الوزراء الماليزي طلع في مؤتمر صحفي وأدلب معلومات وتطورات مهمة في القضية. أول شيء أكد أن الطيارة رجعت من مسارها وطارت فوق الأراضي الماليزية مرة ثانية، لكن هالمرة المعلومات هذه ما بس جاية من الرادارات العسكرية، لا، بعد تم تأكيدها من قبل إشارات قمر صناعي تابع لشركة اسمها انمارسات. شركة انمارسات هذه شركة مستقلة، شركة بريطانية، بس كانت عندها معدات داخل الطيارة. المعدات هذه عبارة عن أجهزة تواصل بالأقمار الصناعية. يمكن مر عليكم قبل مصطلح هاتف الأقمار الصناعية، واللي هي عبارة عن أجهزة تواصل بس عن طريق الأقمار الصناعية مباشرة، ما تستخدم الشبكات الأرضية. فالحين أريدكم تركزون وياي، الشرح هذا يمكن يكون شوي صعب لكن بحاول أبسطه، وحتى لو ما فهمتوه 100% أهم شيء تكون عندكم فكرة كيف حددوا موقع الطيارة النهائي. مثل ما قلنا كان في جهاز اتصال بالأقمار الصناعية موجود على الطيارة، فالجهاز هذا كان يتواصل مع القمر الصناعي الخاص بشركة انمارسات، والتواصل هذا كان على شكل موجات مثل نبضات القلب، ما بين كل نبضة ونبضة ساعة كاملة، كأن القمر الصناعي يسأل الجهاز ها أنت موجود؟ فالجهاز يرد عليه ايوه موجود. فهذا التواصل كان يصير كل ساعة. فالقمر الصناعي ما يقدر يحدد من خلال هذه الموجات موقع الطيارة بالضبط، بس يقدر يقيس المسافة بينه وبين الطيارة مع كل موجة يطلقها. بتقولوا اذا يقدر يقيس المسافة معناه يقدر يحدد الموقع، لا، ما يقدر يحدد الموقع لأنه ما يعرف من وين الإشارة جاية. فاللي يقدر يسويه إنه يحدد قطر دائرة لكل موجة أو لكل نبضة توصل من الطيارة، ومثل ما قلنا النبضات هذه أو الموجات هذه توصل كل ساعة، فهالشي صنع 7 دوائر. فالحين هم صاروا عارفين إن المسار اللي مشت عليه الطيارة موجود على الدوائر هذه. يمكن تكون الطيارة طلعت فوق، يمكن تكون نزلت تحت، لكنها بتكون على الدوائر. فالحين صاروا عارفين ان الطيارة طاحت في مكان ما على الدائرة الأخيرة، الدائرة السابعة، على هذا المسار اللي تشوفونه قدامكم. يعني في مسارين للطيارة، اما انها تكون راحت تحت للجنوب او انها تكون راحت فوق للشمال ووصلت لآسيا الوسطى، يعني ممكن تكون وصلت لدولة مثل كازاخستان مثلا. لكن الاحتمال هذا ضعيف، لو طلعت فوق للشمال بتصيدها رادارات المراقبة عند الدول هذه، يعني بتضطر تمشي فوق الهند وفوق دول كثيرة، فمش منطقي انها راحت فوق. فالاستنتاج المنطقي انها نزلت تحت للجنوب وتحطمت في منطقة نائية جنوب المحيط
الهندي غرب استراليا، فالحسابات كلها كانت تقود للمنطقة هذه اللي مثل القوس على الدائرة الأخيرة جنب استراليا، واللي كانت منطقة كبيرة. يعني نتكلم عن قوس يمتد لمسافة 1100 كيلومتر وعرضه 225 كيلومتر، يعني لازم يبحثون في المساحة هذه كلها. الطيارة ممكن تكون في أي بقعة من هذه المنطقة. أدري إن الشرح هذا اللي شرحت لكم إياه ممكن يكون صعب بينفهم، اللي يحس إنه لازم يفهم يرجع ويعيد الفقرة هذه من لما بديت أتكلم عن القمر الصناعي. اللي يعيد راح يستوعب أكثر، أما اللي ما يهمه يفهم 100%. فالخلاصة أنهم سووا حسابات رياضية طويلة ومعقدة من خلال إشارات القمر الصناعي، وأخذوا بالاعتبار العوامل الثانية مثل البترول اللي كان باقي في الطيارة والمدى اللي ممكن تطفو فيه بدون بترول. وبعد الحسابات هذه كلها حددوا موقع تحطم الطيارة جنوب المحيط الهندي قريب من سواحل استراليا في هذه البقعة اللي ظاهرة قدامكم. فالحين راح تبدأ عملية بحث ضخمة في هذه المنطقة، وراح تشارك فيها 3 دول رئيسية: ماليزيا والصين وياهم استراليا، لأنهم أقرب دولة للمنطقة هذه. رئيس الوزراء الماليزي أعلن بشكل صريح أن الطيارة الماليزية 370 تحطمت وغرقت في البحر في جنوب المحيط الهندي، وأن كل طاقمها والركاب اللي كانوا عليها رسميا صاروا في عداد الموتى. يعني مع انهم ما حصلوا حطام الطيارة ولا حصلوا جثث الركاب او شيء يدل بشكل قاطع على موتهم، لكن بحسب الحسابات الرياضية اللي اكدت اخر موقع للطيارة في جنوب المحيط الهندي، افترضوا ان ما في اي شخص كان على متن الطيارة ممكن ينجو في هالمكان. مكان منعزل تماما عن اي اثر للحياة، خصوصا ان الحين مر اسبوع كامل على الحادثة. طبعا الاعلان هذا تمت مقابلته بردة فعل عنيفة من قبل اقارب واهالي الركاب، خصوصا في الصين اللي اتهموا السلطات الماليزية بالكذب واخفاء الحقائق، وصارت حتى مظاهرات كبيرة قدام السفارة الماليزية في الصين، واهالي الركاب طلعوا في بيان مشترك يرفضون النتائج اللي وصلت لها السلطات الماليزية، ويطالبون حكومتهم الصينية باتخاذ موقف قوي ضد ماليزيا. طبعا الواحد ممكن يعني يتفهم وجهة نظر الاهالي هذيلا، ناس مفجوعين على اهلهم، والحين السلطات الماليزية اعلنت انهم موتى بس بحسابات رياضية بدون ما يحصلون لا الطيارة ولا جثث الركاب او بقاياهم. فشيء يقهر مهما كانت المبررات والحسابات الرياضية. طبعا بغض النظر، عمليات البحث ظلت مستمرة في جنوب المحيط الهندي، وفي نفس الوقت انفتحت قضية تحقيق رسمية في ماليزيا. نتكلم عن قضية جنائية، لأنهم الحين صاروا متأكدين أن الطيارة طارت في هذا المسار بفعل فاعل. الموضوع مو مجرد حادث، هذا كان التصريح الرسمي اللي أدلى فيه رئيس الوزراء الماليزي، وأول شخص حطوا عيونهم عليه كان كابتن الطيارة زهاري أحمد شاه. هو الشخص اللي كانت بإيده قيادة الطيارة. إذا كان في حد يقدر يطلع الطيارة من مسارها ويطيرها في مسار مختلف تماما فهو الطيار. نظرية الطيار هي أول نظرية تفسر المسار الغريب اللي سلكته الطيارة، وتقول هذه النظرية إن الطيار لسبب ما قرر ينتحر وياخذ معاه ركاب طيارته، وحطوا 1000 خط تحت كلمة نظرية، لأن ما في دليل قاطع يأكد هالكلام. بس كانت في بعض الحقائق اللي تدعم النظرية هذه. اللي صار أن السلطات الماليزية اقتحمت بيت الطيار بعد ما تحولت القضية لقضية جنائية، وأجرت تفتيش كامل على البيت، لأن الطيار كان موضع شك. بما أن الطيارة غيرت مسارها فالطيار هو المشتبه الرئيسي. فبعد ما الشرطة اقتحموا البيت حصلوا محاكي طيران، جهاز كمبيوتر و4 شاشات ومقود ومعدات تحاكي قمرة القيادة في الطيارة. شيء طبيعي يعني ان طيار تكون عنده مثل الهواية هذه، وممكن حتى ما تكون مجرد هواية وبس، ممكن حتى يكون يستخدمها للتدريب. وتخيلوا ان الطيار هذا حتى كانت عنده قناة على اليوتيوب، وكان يطلع فيها ويتكلم عن المحاكي اللي عنده ويشرح عنه، فكان واضح انه عنده شغف بالمهنة اللي هو فيها. لكن لما فحصوا البيانات اللي موجودة داخل لعبة المحاكي او برنامج المحاكي هذا اللي مثبت على الكمبيوتر، حصلوا مسار على المحاكي قريب جدا من المسار الغريب اللي سلكته الطيارة، المسار اللي ظاهر بالأصفر. أما هذا المسار اللي بالأبيض فهو المسار الحقيقي اللي سلكته الطيارة بحسب الحسابات الرياضية وتتبع القمر الصناعي. بيانات المسار الأصفر اللي حصلوها في المحاكي كانت ترجع لشهر قبل الرحلة، وواضح مدى التشابه بينه وبين المسار الحقيقي اللي سلكته الطيارة. فهني كثيرين قالوا خلاص أكيد الطيار هو اللي حول مسار الطيارة، وكان مخطط لهالشيء من قبل من زمان، والدليل المسار اللي موجود في المحاكي. مستحيل تشابه المسارين هذيلا يكون مصادفة. فبعض الناس والمحللين حطوا نظرية للأحداث اللي صارت إذا كان الطيار هو فعلا المسؤول عن الحادثة. هذه النظرية تقول إن الطيارة لما كانت طايرة فوق البحر بين ماليزيا وفيتنام
قبل ما تختفي إشارة الطيارة من رادارات المراقبة الجوية كل شيء كان تمام، وكانت الرحلة ماشية على أحسن ما يرام، وكان في تواصل بين الطيارة والمراقبين الجويين الماليزيين. لكن على الساعة 1:30 الفجر الطيارة كانت بين المجال الجوي الماليزي وبين المجال الجوي الفيتنامي، فالمفروض ان المراقبة تتحول من الماليزيين الى الفيتناميين. فالحين الطيارة في منطقة مثل المنطقة العمياء. الماليزيين المفروض انهم ودعوا الطيارة وسلموا مراقبتها للفيتناميين، لكن الفيتناميين بعدهم ما استلموا مراقبة الطيارة لان الطيار ما تواصل وياهم. فاذا كان في مكان ممكن الطيار يغير فيه مساره بدون ما حد يعطيه انتباه كبير، فبيكون هذا أحسن مكان ممكن. فالطيار ممكن يكون قال لمساعده أنه يطلع من قمرة القيادة وياخذ استراحة شوي بما أن الرحلة ماشية على أحسن ما يرام، أو ممكن يكون قال له جيب لي شيء معين من برا. المهم حصل له عذر عشان يخلي مساعده يطلع من قمرة القيادة. فالمساعد طلع وسكر باب القمرة وراه، وعلى طول راح الطيار بعدها وسكر قفل الباب. طبعا باب قمرة القيادة في الطيارات باب محصن قوي، لأن المفروض ما حد يدخل قمرة القيادة غير الطيار ومساعده مهما كانت الظروف. فالطيار الحين صار بروحه في قمرة القيادة وعزل بقية الطاقم والركاب كلهم وبما فيهم مساعده. فأول شيء سواه أنه طفى كل الأجهزة اللي تتواصل مع العالم الخارجي، الأجهزة اللي تبث موقع الطيارة لرادارات المراقبة الجوية، وهني اختفت إشارة الطيارة. طبعا كل شيء من داخل الطيارة كان بعد عادي، مسافرين مرتاحين والمضيفين يضيفونهم. وفجأة الطيار مسك المقود ولف الطيارة بعنف لليسار عشان يرجع صوب ماليزيا. اللفة العنيفة هذه أكيد أن الركاب وباقي طاقم الطيارة حسوا فيها، الطيارة مالت حتى. فاحتمال كبير أن هني مساعد الطيار حاول يرجع للقمرة عشان يشوف شو صاير، لكنه حصل الباب مغلق بالقفل قدامه، فبدأ يدق على الباب. وهني الطيار عرف أن مساعده ممكن يسوي له مشاكل وممكن يسبب هلع في الطيارة، فعشان يحافظ على سيطرته انتقل للمرحلة اللي بعدها من الخطة. حط على وجهه قناع أكسجين وبدأ يفرغ الضغط من كابينة الطيارة. ولما الضغط يتفرغ من كابينة الطيارة يصير التنفس مستحيل مع الارتفاع العالي، فتلقائيا أقنعة أكسجين الطوارئ تنزل قدام الركاب ولازم يحطونها على وجوههم عشان يقدرون يتنفسون منها. طبعا المفروض أن الضغط في كابينة الطيارة ما يتفرغ إلا بسبب تسريب أو حالة طوارئ، والمفروض الطيار بعدها ينزل بالطيارة لارتفاع يقدرون فيه الركاب يتنفسون. فأقنعة أكسجين الطوارئ للركاب ما مصممة لفترات طويلة، مصممة عشان تدوم 15 دقيقة بس. أما قناع الطيار فمختلف، يقدر يزوده بالأكسجين لفترة طويلة. فبعد 15 دقيقة من تفريغ الضغط خفتت أصوات كل الركاب والطاقم على الطيارة. خلص الأكسجين والكل أغمي عليهم، وبعد دقائق معدودة كلهم راح يموتون إذا ما خفضت الطيارة ارتفاعها. وهذا اللي صار على الأغلب بحسب النظرية اللي تتهم الطيار. بعدها الطيار ظل طاير بالطيارة في المسار اللي تكلمنا عنه سابقا ألين ما خلص البترول وطاحت الطيارة في جنوب المحيط الهندي. هذا السيناريو واللي صار بحسب هالنظرية، لكنها تظل مجرد نظرية. أقوى دليل يدعمها هو المسار اللي موجود في المحاكي، لكن يظل ما بدليل قاطع. خصوصا ان لما فحصوا المسار هذا اكثر عرفوا ان المسار عبارة عن نقاط. فالطيار ممكن يكون استخدم المحاكي عشان يطير في هذه النقاط، لكنه ما بالضرورة سلك نفس هذا المسار، يعني توصيل المسار نفسه بين النقاط هذا شيء هم استنتجوه، فيظل هذا ما بدليل قاطع. خصوصا ان كل شيء ثاني يشير الى ان الطيار زهاري احمد شاه مش منطقي انه يسوي شيء مثل هذا. اول شيء ليش الطيار ظل طاير بالطيارة طول هالمدة؟ ليش رجع وخذ المسار واللفة الطويلة هذه؟ ليش ما ترك رسالة؟ هل بس كذا عبط حب يخلي الموضوع غامض؟ شيء مش منطقي. بالعادة اذا واحد يريد ينتحر وياخذ وياه العدد الضخم من الناس بيكون هذا مثل الرسالة، بيكون يريد يوصل شيء. فليش ما ترك رسالة؟ ليش ما قال شيء؟ ليش احتاج ياخذ رحلة مدتها 7 ساعات الين ما خلص البترول وطاح في المحيط الهندي؟ الشيء الثاني، زهاري طيار مخضرم عنده 18,000 ساعة طيران في سجله، ويعني سنين طويلة وهو في المجال. وكل زملائه في الخطوط الماليزية من مسؤولين وطيارين وموظفين يشهدوا له انه انسان ممتاز، انسان طيب، انسان يحب الخير بطبيعته. فابدا ما كانت في مؤشرات تدل انه ممكن يرتكب شيء مثل هذا. وغير هذا كله ترى عنده عائلة،
زوجة و3 أولاد، وحتى كان جد عنده أحفاد وعائلة كبيرة غير عائلته الصغيرة. علاقته وياهم كانت ممتازة وكلهم كانوا يحبونه ويوصفونه انه لطيف وحنون، فكل شيء في حياته تقريبا كان حلو وجميل، ما عنده سبب يسوي شيء مثل هذا. بس رغم كل هذا الحملة الإعلامية على زهاري كانت شرسة، كثيرين خلاص اعتبروه هو الشرير في القضية هذه وهو اللي نفذ العملية بالعمد، وصاروا حتى يدورون في حياته الخاصة ويحاولون يطلعون أسراره وأي فضايح ممكنة عليه، وحتى ربطوا الموضوع بأجندة سياسية كانت عنده. قالوا إنه هو تابع سياسيا لتيار المعارضة اللي كان زعيمه وقتها رجل اسمه أنور إبراهيم، وقبل موعد إقلاع الطيارة بساعات أنور إبراهيم هذا تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن 5 سنوات. فأكيد أن الطيار زهاري كونه داعم لزعيم المعارضة هذا كان معصب من الاعتقال وحكم السجن، فالبعض استنتجوا أنه اختطف الطيارة اعتراضا على الحكم هذا، على أساس يعني أن هذه رسالة للحكومة الماليزية. لكن هذا التفسير بعد مو منطقي، لأنه ما ترك أي رسائل وراه وما احتجز الركاب كرهائن مثلا، ولا اجرى اي اتصالات مع السلطات الماليزيه، فالتفسير هذا بعد مش منطقي. فنظريه الطيار فيها اشياء تدعمها، خصوصا المسار اللي كان على المحاكي، لكن بعد في اشياء تخليك تستبعدها او تقول انها مش منطقيه. الموضوع محير. طبعا خلال هالتحقيقات جهود البحث ظلت مستمرة، وكانت تنصرف عليه عشرات الملايين من الصين وماليزيا واستراليا. حتى استراليا اللي ما كان لها دخل مباشر بالقضية تعهدت ب$60 مليون في جهود البحث، لكن مضى الشهر ورا الثاني وعمليات البحث هذه كلها كانت بدون نتيجة. خلال الأشهر هذه ما بقى حد في العالم إلا وطلع بنظرية، وكمية التأليف والشائعات والكلام الزايد عن القضية هذه يعني كان شيء مجنون، خصوصا في السوشيال ميديا. اللي يقول لك والله الطيارة اختطفوها الفضائيين، وحتى طلع فيديو انتشر بشكل كبير ل3 أطباق أو مجسمات قاعدة تدور حول الطيارة وبعدين الطيارة تختفي، على أساس يعني أن هذه أطباق فضائية اختطفت الطيارة. لا وبعد مصورين بأكثر من زاوية وبأنواع كاميرات مختلفة، تصوير حراري وتصوير بالأشعة تحت الحمراء واللي تريده. وانتشرت هالفيديوهات بشكل كبير. طبعا في عدد مش بسيط من الناس يصدقون نظريات المؤامرة الغريبة هذه بسهولة، فكثير صدقوا الفيديوهات هذه مع انه واضح انها مزيفة. في نظريات شاطحة ثانية مثل ان الطيارة انضربت بنيزك، واللي يقول لك ان كوريا الشمالية اختطفتها عشان تستخدمها في هجوم ارهابي بعدين، وانواع النظريات اللي لا تعد ولا تحصى وما لها اي اساس، مجرد كلام يتداولون الناس على السوشيال ميديا. بس في بعض النظريات الشاطحة اللي يعني تقدر تحصل فيها شوية منطق، بس تظل شاطحة جدا وصعب تتصدق. أول النظريات هذه إن الطيارة تم اختطافها من قبل الروس. بس ليش ممكن الروس يختطفون طيارة ماليزية؟ أول شيء لازم نعرف عن حدث كبير صار لطيارة ماليزية ثانية غير عن الطيارة اللي اختفت. الطيارة هذه اسمها الطيارة الماليزية رقم 17، واللي صار لها كان شيء مخيف جدا. تخيلوا إن هذا الحدث صار في شهر يوليو سنة 2014، يعني بعد 4 شهور بس من اختفاء الطيارة الماليزية 370. فاللي صار للطيارة 17 هو انها كانت طائرة فوق اوكرانيا، اوكرانيا في ذاك الوقت كانت فيها أزمة تمرد وأزمة عسكرية بدعم روسي، فالطيارة طارت بالتحديد فوق مناطق تابعة لجماعة الأوكرانيين الانفصاليين المدعومين من روسيا. فبعض الأشخاص من الجماعة هذه أطلقوا صاروخ من الأرض على الطيارة وفجروها. متخيلين؟ فجروا طيارة مدنية راكبين عليها 298 إنسان، 298 كلهم ماتوا. مشهد يكسر القلب، وحتى يعني الجثث وبقايا الأشلاء كانت متوزعة مع حطام الطيارة. والمناسبة هذه الطيارة كانت من نوع بوينغ 777، نفس نوع الطيارة اللي اختفت. فهني الناس انجنوا، كيف الخطوط الماليزية تصير لطيارتين من طيارتها حوادث ضخمة مثل هذه خلال مدة ما تتجاوز 4 شهور؟ يا جماعة الخطوط الماليزية ما صار لطياراتها حادث من سنة 90، يعني من 24 سنة. فكيف فجأة تجي سنة 2014 ويصير فيها حادثين بهالضخامة ورا بعض خلال 4 شهور بس؟ كان شيء ما يتصدق، وللحين ما يتصدق. طبعا الروس نفوا أي علاقة لهم بعملية التفجير مع أنهم كانوا متواجدين في هذيك المناطق، وحملوا الموضوع كله على 3 أشخاص من جماعة الانفصاليين الأوكرانيين، مع أن الصاروخ كان روسي وروسيا هي اللي زودتهم فيه، وجماعة الانفصاليين كان ردهم أن الضربة والله كانت بالغلط. شيء يقهر الصراحة، بس على الأقل أقارب ضحايا هذه الطيارة بيكونون عارفين مصيرهم عكس الطيارة 370. فالحين السؤال، شو علاقة الطيارة الماليزية رقم 17 اللي انضربت بالصاروخ بالطيارة 370 اللي اختفت
قبلها ب4 أشهر. يقول لك إن بسبب الضربة هذه اللي صارت طلعت نظرية تقول إن الروس متورطين في اختفاء الطيارة 370، ولما بحثوا حصلوا إن في 3 أشخاص من أصول روسية كانوا من ضمن ركاب الطيارة. فالنظرية الروسية تقول إن الركاب ال3 هذيلا استولوا على الطيارة وتحكموا فيها. بس كيف وليش؟ أول شيء خلونا نشوف كيف. الطيارات اللي من نوع الطيارة 370 فيها غرفة صغيرة يسمونها غرفة الإلكترونيات. الغرفة هذه فيها الأجهزة الإلكترونية اللي تتحكم بكل أنظمة الطيارة، كل شيء حرفيا. والعجيب إن الغرفة هذه موجودة تحت فتحة ما تنغلق بقفل، والفتحة هذه موجودة تحت سجادة صغيرة في مقدمة مقصورة الدرجة الأولى. يعني أي شخص حتى لو من الركاب يقدر يروح ويشيل السجادة هذه ويفتح الفتحة ويدخل عادي لغرفة الإلكترونيات ويسوي اللي يريده. فالنظرية الروسية تقول إن واحد من الركاب الروس ال3 اللي كانوا على متن الطيارة راح ودخل الحمام، بعدها قام واحد ثاني من أصحابه وبدأ يضرب على باب الحمام ويقول له يطلع، فسووا صدع وإزعاج في المكان. وهالشيء بطبيعة الحال جذب لهم انتباه طاقم الطيارة، شتت انتباههم وخلاه متركز على الحمام. في هذه اللحظات صاحبهم الروسي الثالث اللي كان راكب في الدرجة الأولى قرب الفتحة اللي تودي لغرفة الإلكترونيات قام من مكانه وتحرك باتجاه الفتحة، شال السجادة الصغيرة اللي فوقها وفتح غطاء الفتحة ودخل غرفة الإلكترونيات بدون ما حد يشوفه. العميل هذا المفروض انه كان شايل وياه لابتوب وعنده قدرات وخبرة في التهكير والاختراق، فشبك اللابتوب على أجهزة الطيارة وانتظر ألين ما وصلوا للنقطة العمية بين المجال الجوي الماليزي والمجال الجوي الفيتنامي، وبدأ بعدها ينفذ خطته. أول شيء سكر الأجهزة اللي تبث موقع الطيارة للرادارات، فاختفت إشارة الطيارة. الطيار ومساعدة في كابينة القيادة استغربوا، كل معداتهم بدأت تتشكل وأجهزة الاتصال ما راضية تشتغل، فقعدوا في الكابينة يحاولون يضغطون على الأزرار ويشوفون الأجهزة وهم ما عارفين وين المشكلة. وبعدها فجأة الهاكر الروسي بدأ يتحكم باتجاه الطيارة وخلاها تلف لليسار. الطيار حاول يتحكم بالمقود لكن ما راضي يستجيب له، وبهالطريقة انحرفت الطيارة عن مسارها وبدت ترجع باتجاه ماليزيا. بعدها الهاكر الروسي سوى نفس الحركة اللي شفناها في نظرية الطيار، بدأ يفرغ الضغط من الطيارة، يقدر يتحكم حتى بالضغط من الغرفة هذه. ونفس الغرفة هذه كانت موجودة فيها اسطوانة الأكسجين اللي تزود الطيار ومساعده، فالهاكر أغلق الاسطوانة هذه وقطع أكسجين الطوارئ عن قمرة القيادة. فالطيار ومساعده بعد ما تفرغ الضغط من الطيارة حاولوا يحطون أقنعة الأكسجين اللي عندهم لكنهم ما قدروا يتنفسون، الأقنعة ما قاعدة تطلع أكسجين، فكانت لحظات ويغمى عليها وبعدها راح يختنقون ويموتون. ونفس الشيء بالنسبة لبقية الركاب، لبسوا أقنعة الأكسجين لكن الأكسجين راح يخلص خلال ربع ساعة بالكثير وراح يموتون هم بعد. الهاكر الروسي هو بعد كان عنده قناع أكسجين في غرفة الإلكترونيات وكان يقدر يتحكم بالأكسجين ماله، فيقدر يعيش لوقت أطول بكثير. النظرية هذه تقول بعد إن الهاكر الروسي ما نزل بالطيارة للجنوب باتجاه المحيط الهندي، وإنما طلع بها فوق باتجاه وسط آسيا، ونزل بالطيارة في كازاخستان اللي تعتبر حليفة لروسيا. طيب وبيانات القمر الصناعي اللي تقول ان الطيارة نزلت تحت لجنوب المحيط الهندي كيف تتناسب مع النظرية الروسية هذه؟ يقول الجواب ان الهاكر الروسي تلاعب بالبيانات وعطى القمر الصناعي معلومات غلط. طيب حتى لو الهاكر تلاعب بالبيانات هذه، حتى لو قلنا ان هالشيء ممكن، طيب اذا الطيارة طارت للشمال راح تمر فوق اكثر من دولة، راح تمر فوق الهند مثلا، فكيف الرادارات العسكرية في الهند ما صادتها؟ فهني تبدأ النظرية هذه شوي تحسها مو منطقية وتدخل في نظريات المؤامرة أكثر من إنها نظرية منطقية. الشيء الثاني، شو السبب؟ ليش روسيا تنفذ عملية مثل هذه وتخطف الطيارة الماليزية؟ تفسير أصحاب النظرية هذه يقول إنها تغطية إعلامية على حدث غزو القوات الروسية لشبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا. قبل ما تطير الطيارة هذه وتصير حادثة الاختفاء، أوكرانيا في هذيك الفترة كانت فيها مظاهرات وجماعات انفصالية وتمرد في بعض الجبهات، والجماعات الانفصالية هذه كانت مدعومة من النظام الروسي، فروسيا بمساعدة الانفصاليين هذيلا غزت جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا وضمتها لأراضيها. فالحدث هذا سوى بلبلة كبيرة في العالم، هذه كانت بدايات الأزمة الأوكرانية اللي قاعدين نشوفها الحين. فالعالم كان مركز أنظاره على هذيك البقعة، على أوكرانيا وروسيا. فيقولوا لك أصحاب النظرية الروسية إن روسيا اختطفت الطيارة الماليزية وأخفتها عشان تشتت انتباه العالم عن احتلالها لشبه جزيرة القرم، واللي أنا أشوفه صراحة سبب من الكيس. هذه النظرية بالذات تبناها صحفي أمريكي اسمه جيف وايز، وهو بنفسه كان يطلع في المقابلات التلفزيونية ويقول إن نظريته شاطحة لكنه يؤمن فيها أكثر من تفسيرات الحكومة الماليزية. يعني كان متبني رواية إن الحكومة الماليزية قاعدة تخفي أشياء
أو إنهم مضحوك عليهم. ومع أن نظرية الروسية كانت من أشهر النظريات اللي انتشرت في القضية، لكنها تظل نظرية مستبعدة جدا جدا. ومن النظرية الروسية ننتقل للنظرية الأمريكية. هذه بعد نظرية شاطحة تقول أن طائرات تجسس أمريكية هي اللي أسقطت الطيارة 370 أخفتها. النظرية هذه بعد فيها تفاصيل كثيرة، لكن ما بندخل في تفاصيلها، بعطيكم الخلاصة. النظرية هذه كانت تتبناها وتتكلم عنها صحفية فرنسية اسمها فلورانس دي شانجي، وما كانت نظرية مبنية من أفكارها، لا، تقول إنها قدرت تتواصل مع عميل يشتغل في الاستخبارات الأمريكية، وهذا العميل سرب لها معلومات إن طيارتين تجسس أو مراقبة أمريكيات كانن موجودات في نفس المنطقة مع الطيارة الماليزية لحظة سقوطها. العميل هذا ما قالها كيف سقطت الطيارة الماليزية أو اختفت، لكنه أكد لها أن في طيارات تجسس أمريكية كانت معاها في المنطقة وتعرف شو صار لها. طبعا الصحفية هذه ما كشفت عن هوية العميل الأمريكي اللي سرب لها المعلومات عشان ما تفضحها ويتحاكم بالخيانة. تفسير جدا مناسب، هوية وشخص مجهول. ها، فالنظرية الأمريكية بعد مثل النظرية الروسية تقول أن الطيارة ما طاحت في جنوب المحيط الهندي، في المنطقة هذه اللي الكل قاعد يدور فيها. هالمرة النظرية تقول أن الطيارة طاحت في المكان اللي اختفت إشارتها فيه، يعني في البحر بين ماليزيا وفيتنام، يعني في المنطقة الأولية اللي حاولوا يبحثون فيها أول ما اختفت الطيارة. النظرية هذه طبعا تكذب التصريحات الرسمية من السلطات الماليزية، وتكذب بيانات القمر الصناعي البريطاني من شركة انمارسات. فشو تقول هذه النظرية؟ ليش أمريكا متورطة في اختفاء الطيارة الماليزية؟ الصحفية الفرنسية اللي تبنت هالنظرية تقول إنها لما بحثت في تقارير الشحنات اللي تم تحميلها على الطيارة، حصلت شحنة تم تحميلها على الطيارة وزنها أكثر من 2 طن. الشحنة وصفها يقول إنها مجموعة من الإلكترونيات وأجهزة الاتصال. الشحنة هذه على عكس باقي الشحنات ما تم إخضاعها للكشف بالأشعة، يعني طلعوها على الطيارة تحت حراسة مشددة بدون ما يتم فحصها بالأشعة تحت السينية، وبدون ما يتم ذكر القطع الإلكترونية اللي داخلها بالتفصيل، يعني بس قالوا إنها قطع إلكترونية عامة وأجهزة اتصال. فالنظرية الأمريكية تقول إن الإلكترونيات اللي كانت موجودة في الشحنة كانت تحتوي على أسرار عسكرية أمريكية، يعني تقنيات عسكرية من مستوى عالي. والطيارة وين كانت رايحة للصين، والصين أكيد أنها تريد تحط إيدها على أي أسرار تقنية موجودة عند الجيش الأمريكي. فالمخابرات الأمريكية قدروا يعرفون عن الشحنة هذه، وعرفوا في اللحظات الأخيرة أن تم شحنها في الطيارة 370. فالجيش الأمريكي كان لازم يتدخل ويمنع الشحنة هذه أنها توصل للصين. النظرية هذه فيها تفاصيل أكثر بكثير من اللي قاعد أقول لكم إياها، لكن ما نريد ندخل في دوامة معقدة وتفاصيل زيادة عن اللازم. فاللي صار بحسب النظرية أن شحنة الإلكترونيات تم تحميلها على الطيارة، وبعد ما ركبوا الركاب أقلعت الطيارة من المطار، وبعدها لما صارت فوق البحر في المنطقة العمياء بين المجال الجوي الماليزي والمجال الجوي الفيتنامي، هذه كانت اللحظة المثالية عشان يتم اعتراض طريقها من قبل الطيارات الأمريكية. فطيارتين تجسس عسكريات من نوع ايواكس حاصرن الطيارة الماليزية من فوق ومن تحت. طيارات ايواكس الأمريكية هذه هي طيارات تجسس تحمل رادارات شكلها مثل الفطر. الرادارات هذه تقدر تشوف على نطاق ومدى واسع جدا، وبعد تقدر تشوش على أجهزة المراقبة الثانية. فالطيارتين بعد ما حاصرن الطيارة 370 من فوق ومن تحت، شوشن على أجهزة اتصالها، وهني اختفت إشارة الطيارة الماليزية من رادارات المراقبة. بعدها على الأغلب الطيارات الأمريكية تواصلت مع قائد الطيارة الماليزية، ويمكن يكونوا عطوه أمر إنه يمشي وياهم أو يتبعهم لمطار عسكري قريب، لأن المنطقة هذه ترى كانت فيها قواعد عسكرية أمريكية. واحتمال كبير إن الطيار رفض ينصاع للأوامر وقرر إنه يكمل طريقه في مساره الطبيعي، فبدأ التوتر بينه وبين الطيارات الأمريكية يزيد. ولما عرفوا الأمريكان إنه ما راح ينصاع لأوامرهم، قرروا إنهم يبتعدون عن الطيارة ويطلقون عليها صاروخ. فبهالطريقة الطيارة الماليزية تم إسقاطها من قبل الجيش الأمريكي، وطاحت في نفس المنطقة اللي اختفت فيها إشارتها، يعني في البحر بين ماليزيا وفيتنام. طبعا هالشيء عشان يكون صحيح فمعناه أن شركة الأقمار الصناعية انمارسات تكذب، يعني المسار اللي حددوه من خلال موجات القمر الصناعي ما له وجود. فليش شركة انمارسات ممكن تزيف هالبيانات؟ جواب الصحفية هذه صاحبة النظرية أن شركة انمارسات لها علاقة وطيدة بالجيش الأمريكي وتزودهم بخدماتها، فتعاونوا وياهم عشان يخفون الحقيقة ويغطون الموضوع. هذا كان جوابها باختصار.
شركة انمارسات هي شركة بريطانية، بس فعلا هي تزود الجيش الامريكي وعدد من جيوش العالم بخدمات الاتصالات من خلال اقمارها الصناعية. بس هذا مو بدليل انهم راح يزورون بياناتهم ويتعاونون مع الجيش الامريكي عشان يغطون مؤامرة مثل هذه. والشيء الثاني، الرادارات العسكرية الماليزية التقطت الطيارة وهي ترجع باتجاه ماليزيا الى ان طلعت من مدى المراقبة. فهل ماليزيا والجيش الماليزي بعد يكذبون؟ طبعا جواب اصحاب هالنظرية انه ايوه، السلطات الماليزية تكذب والحقائق اللي تقدمها مفبركة. فيعني هذه النظريات مع انهم يحاولون يقدمونها بطريقة منطقية، لكنها تنهار قدام كثير من الحقائق والامور اللي ما تتفسر. وهذا الصحفي والصحفية اصحاب النظرية الروسية والنظرية الامريكية هم أول ناس يقولون إن نظرياتهم شاطحة وإنها صعب تتصدق، لكنهم يفضلونها على رواية الحكومة الماليزية. بكذا نكون تقريبا شفنا أشهر النظريات اللي تتعلق بالقضية. الحين نجي للأشياء الملموسة. الطيارة وين؟ ليش ما حصلوا لها أي أثر؟ الجواب باختصار لأن مساحة البحث ضخمة جدا. هذه المنطقة اللي كانوا يدورون فيها أكبر من بعض الدول، حتى لو بعد لازم يدورون تحت البحر مو بس على السطح. وهذا غير أنهم أصلا كانوا يعتقدون أن كثير من حطام الطيارة سحبت التيارات وأمواج البحر لأماكن بعيدة. فرغم عشرات الملايين اللي انضخت في عملية البحث هذه، لكنها ظلت بدون نتيجة لفترة طويلة. بس أخيرا أول دليل ملموس ظهر بعد 16 شهر من اختفائها، أكثر من سنة، وما حصلوه من خلال عمليات البحث الرسمية، وإنما حصلوه بسبب أشخاص كانوا قاعدين يمشون على الشاطئ. بتاريخ 29 يوليو سنة 2015 في هذه الجزيرة الصغيرة اللي اسمها ريونيون واللي تقع شرق مدغشقر، كانوا في مجموعة أشخاص قاعدين ينظفون الشاطئ، وتفاجأوا بهذه القطعة البيضة قدامهم. أول ما شافوها كان عندهم شك إنها قطعة من طيارة، وواحد منهم تذكر موضوع الطيارة الماليزية وعلى طول بلغ السلطات عنها. بعدها جو البعثات من دول مختلفة وعلى راسها ماليزيا، وفحصوا القطعة وصوروها من كل الزوايا، وبعدين نقلوها وخذوها وياهم عشان يسوون عليها فحوصات إضافية. القطعة هذه كانوا يشكون إنها جزء من جناح الطيارة، يسمونه القلابة أو الرفرف. ومن خلال فحصهم للأرقام التسلسلية والتواريخ اللي كانت مطبوعة على القطعة، تأكد لهم بدون شك إن هذه قطعة من جناح الطيارة الماليزية المفقودة. وحتى رئيس الوزراء الماليزي طلع في مؤتمر صحفي وأكد هالشيء. طبعا هذا دليل قوي إن الطيارة فعلا طاحت في جنوب المحيط الهندي، وهالشيء ينسف النظريات الثانية مثل النظرية الروسية والنظرية الأمريكية. وطبعا بعد التحليلات عرفوا إن أمواج وتيارات المحيط الهندي جرفت هذا الجزء للجزيرة هذه اللي كانت تقع غرب منطقة البحث. بسبب اكتشاف القطعة هذه في الجزيرة، هني طلع مغامر اسمه بلين جيبسون، وفكر انه ممكن تكون في قطع اكثر من الطيارة وصلت للشواطئ هذه، بس تحتاج ان حد يروح ويدور عليها. فقرر انه يكون هو الشخص اللي يدور عليها، وكلم خبراء في المحيطات وتشاور وياهم، وقالوا له ان افضل مكان يدور فيه هو ساحل مدغشقر وساحل موزمبيق. يعني شوفوا هني في الخريطة، هذه جزيرة ريونيون اللي حصلوا فيها قطعة الجناح، وهذه مدغشقر، ووراها على طول هذه موزمبيق. فسواحل مدغشقر وموزمبيق أكبر بكثير من جزيرة ريونيون، واحتمال إنه إذا دور على طول السواحل هذه ممكن يحصل قطع من الطيارة. وفعلا المغامر بلين هذا راح لسواحل مدغشقر وموزمبيق، وبدأ يمشي على طول هذه السواحل ويدور فيها. ولما سأل السكان المحليين في موزمبيق، قالوا له ان في منطقة تتجمع فيها الاشياء العايمة، يعني التيارات بالعادة تسحب الاشياء للمنطقة هذه. فراح يدور في هالمنطقة من ساحل موزمبيق اللي دلوها عليه السكان المحليين، وهو يمشي في المكان بعد 20 دقيقة تفاجأ بقطعة مثلثة لونها ابيض وعليها كتابة بالانجليزي. وعلى طول بمجرد ما مسك القطعة هذه بين يدينه عرف انها قطعة من الطيارة. القطعة طبعا طلعت في الاخبار مثل اختها الاولى، وجو الخبراء وفحصوها وتوصلوا في النهاية الى نتيجة انها ايضا قطعة من حطام الطيارة المفقودة. المغامر بلين ما وقف هني وكمل رحلته على طول السواحل وهو يدور القطع، وتخيلوا انه بروحه حصل اكثر من 20 قطعة. 7 من هذه القطع تم التأكيد بدون شك انها من الطيارة، والبقية رغم انهم ما قدروا يتأكدون منها 100%، لكن كان عندهم احتمال وشك كبير انها بعد قطع من الطيارة. في قطع ثانية بعد حصلوها فرق بحث وناس ثانيين غير بلين، بس هو كان اكثر واحد حصل قطع. طبعا وجود القطع هذه في هالمناطق دليل على ان الطيارة تحطمت جنوب المحيط الهندي في القوس هذا اللي كانوا يدورون فيه. وهالشيء ينسف تماما النظرية الروسية اللي تبناها الصحفي جيف وايز، والنظرية الامريكية اللي تبنتها الصحفية فلورانس ديشانجي. بس هل تتوقعون انهم سكتوا؟ طبعا لا، طلعوا نظريات جديدة ان الحطام هذا
تم زرعه بفعل فاعل بالعمد في المناطق هذه عشان يغطون على الموضوع ويدعمون القصة الرسمية ان الطيارة تحطمت في جنوب المحيط الهندي. تخيلوا ان الموضوع وصل لدرجة ان جيف الصحفي صاحب النظرية الروسية راح وبحث في خلفية المغامر بلين اللي جمع قطع الطيارة، وحصل ان له علاقات تربطه ببعض الروس، يعني بينه وبينهم تعاملات وصفقات تجارية، وحتى كان متقن للغة الروسية. فبدأ الصحفي هذا يحاول يطلع بلين كأنه جاسوس روسي، وان الروس هم اللي رموا الحطام على الشواطئ هذه وخلوا بلين يحصله على اساس ان هذا شغف المغامرة عنده، فيعني طلع بتفسير جديد عشان يتوافق مع نظريته. وترى هالشيء طبيعي، صاحب نظرية المؤامرة صعب تقنعه يتخلى عن فكرته، بيقعد يلف ويدور ويطلع 1000 شغلة وشغلة عشان يثبت لك انه صح. مهما قدمت له من حقائق رأيي، اميل لنظرية الطيار، خصوصا مع المسار اللي حصلوه في برنامج المحاكاة اللي كان يستخدمه في البيت، لكن تظل مجرد نظرية، ما في دليل اكيد على اللي صار، خصوصا انه بعد مثل ما قلنا هو ما كان عبارة عن مسار، هو كان عبارة عن نقاط بس وصلوا بينها مسار، وطلع مسار شبيه بالمسار الحقيقي اللي سلكته الطيارة. في النهاية على سنة 2017 السلطات الماليزية أعلنت إيقاف عملية البحث الرسمية بعد استمرارها لحوالي 3 سنين، وبعد ما كلفت مبلغ توصل تقديراته ل 200 مليون دولار، أغلى عملية بحث في التاريخ. ما خلوا تقنيات ما استخدموها في عملية البحث هذه، طيارات وسفن وغواصات، أجهزة مسح تحت البحر، عمليات محاكاة فيزيائية بالكمبيوتر، كل التقنيات والأجهزة اللي بين يدينهم استخدموها، والنتيجة كانت إنهم ما حصلوا أثر للطيارة. كل اللي حصلوه كانت قطع الحطام القليلة اللي وصلت للشواطئ، ما حصلوا جسم الطيار الرئيسي، ولا حصلوا قطع كبيرة منها، ولا حصلوا الصندوق الأسود، ولا أي شيء ممكن يقودهم لنتيجة تحسم الأحداث اللي صارت في يوم اختفاء الطيارة. ما يعرفون هل كان الطيار، هل كان في اختطاف، هل كان في تدخل من طرف ثالث، ولا سبب مختلف تماما. لليوم هذه القضية ما انكشف سرها. مصير الطيارة وركابها معروف، الطيارة تحطمت في جنوب المحيط الهندي والركاب ماتوا، لكن الأحداث اللي صارت واللي أدت لهالشيء ما حد متأكد منها، واحتمال انها تظل لغز مجهول للأبد، اللغز الأكبر والأعقد والأكثر غموضا في تاريخ الطيران.